في كام مدرب جه مسك المنتخب المصري في قد ايه؟ وبعدين في الاخر بعد ده كله يجي يقول لك ايه؟ اصل اللعيب عندنا في المنتخب ما بيعرفش يسلم ويستلم. يا رب ما بيعرفش يسلم ويستلم، يا لهوي. وبعدين ايه؟ يبتدي بقى كابتن حسام حسن ليه؟ اصل انتوا قلتوا نجيبه، ما نجيبه بقى ونخلص. وبعدين نجيبه فما ينفعش حسام حسن، ما انا قلت ما بلاش حسام حسن. طب حسام حسن نجيبه ليه؟ لا اصله حسام كويس. ليه؟ وبعدين هو احنا بندرب على مدرب قاعد على قهوه؟ في شيء متخطط، في شيء معمول، وبعدين ايه طلع اقتراحات عامله ازاي؟ لا يا جماعه المنتخب الاولمبي هات بقى منتخب. اي حد معدي يقول اي حاجه تمشي. طب في تخطيط، في علم، في شيء له معنى؟ مش اي حاجه بيتعمل فينا اللي ما يعمل. وبعدين في النهايه يقول لك ايه؟ يقول لك اصل هو اللعيب المصري ما بيعرفش يستلم يا نهار اسود، يا نهار اسود. هاتوا حسام، ما اصل ما جربناش بقى بالمره. وبعدين يجي حسام حسن فيكسب ماتش ولا اتنين فيبقى اعظم مدرب، يجي الماتش التالت يتغلب. قلنا لكم انا، وبعدين انتوا جايبين حسام اصل ده كان عنده مشكله مع الاهلي، لا اصل هو مش عارف عنده مش عارف ايه، لا اصل ده بتاع، لا اصل ده بتاع. وبعدين اصله حازم متخانق مش عايز يقعد مع رئيس الاتحاد. طب ما هو طبيعي اللعيبه، انت نازل الماتش. ما انا كنتش فاهم، انا ما كنتش فاهم ايه اللي حاصل. حاله من حالات سدة النفس. مدرب ومساعد مدرب متخانقين، اللعيبه متخانقين مع مدرب، اللعيبه متضايقه من بعض، اللعيبه حاسه ان التشكيل. وبعدين ايه؟ تيجي تقول جمله كده يقول لك لا لا لا، ايه المشكله؟ اصل المدرب المصري ما بيملاش عين. يا نهار اسود ومنيل. وحسن شحاته ده كان مين؟ والجوهري ده كان مين؟ دول ما كانوش ده كانوا مالين عين مصر كلها، مصر وافريقيا والعالم. ده الجوهري ده كان يبص. حسن شحاته ده ما يملاش عين. طب انت جايبه وعارف ان هو مش مالي عين اللعيب؟ حرام والله، حرام اللي بيجري. انا على فكره في ناس يقول لك ايه وبياخد كام؟ انا لا واقف على بياخد كام ولا بتصرف كام. ما هي الكوره بتصرف عليها كتير وملايين ومبالغ، انما لازم يكون في تخطيط، لازم يكون في شيء بقى. وكل مره زي ما قلت امبارح، يا عم استنى بس الناس الظروف، يا عم ما تضايقش اللعيب، يا عم استنى بس، طب ادوا له الفرصه. في تعيين حسام حسن تدريب منتخب مصر. ايه تعيين حسام حسن رسميا حلم المصريين، وقرار ده قرار مصريين، مش قرار بص ولا اتحاد كوره ولا كلام من اللي انت بتسمعه ده قرار مصريين، ده بفضل المصريين. ولو حسام حسن فشل انا مش هجيب العيب على اتحاد الكوره، وقسما بالله ما هطلع هاجمه. وانا بحييه اللي هو عمل على الناس عاوزاه، عشان ايه لما يفشل ما تجيبش العيب على ده. وانا معاك حق، حسام حسن ده قرار المصريين والجمهور كان كله بيطالب بيه. يلا البس بقى حسام حسن، شوف حسام حسن هيعمل ايه، ربنا يوفقه. بس هنشوف حسام حسن وارد يفشل، ربنا مش راضي اللي هو فاهم، لو ما ياخدش حاجه ويفشل. بس ان شاء الله بالتوفيق للكابتن حسام حسن مع منتخب مصر.